مرحبا. اليوم باش نبداو نتعلموا في الحروف، لكن من خلال الكلمات. يعني مش نكتبوا حروف مختلفة بعدين هما يشكلوا كلمة. باش نبداو بالألف لام. كيف ما حكينا الزوز حروف هذوما هما من أكبر المؤشرات على جودة الخط والخطاط. دونك الألف نبدأ بدائرة ثم نهبط خط عمودي، وتكون حركة أخيرة هي مركبة من زوز حركات، ونهابط لأسفل الورقة، نطلع على الطاولة باش نعمل حركة مثل القوس باش تجيني النتيجة هذه مذببة. ثم توا اللام لازمها تكون متوازية مع الألف، نفس الشيء، دائرة صغيرة ونهبط، لكن ندور قبل ما نوصل آخر الألف. ثم حرف الميم. حرف الميم يبدأ من اليسار إلى اليمين، نبدأ في الاتجاه هذا. ثم حرف العين في وسط الكلمة، حركة 2 و3. يليه حرف النون في وسط الكلمة، ثم الألف مقصورة اللي نبداها في نهاية النون، وهي من أجمل الحروف في الخط المغربي. الحرف هو ماهوش نصف دائرة، يعني لو نرسم هنا خط، الجانب الأيمن يكون أصغر من الجانب الأيسر، يشبه أكثر للقلب. المعنى